السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، عواشركم مباركه والله يدخل عليكم الصحه والسلامه. اليوم ان شاء الله غادي نشاركوا معكم تشيز كيك على شكل بقلاوه اللي كيجي رائع ولذيذ بزاف وسهل جدا في التحضير. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي جاوني كومونتير وتبارطاجيو مع العائله والاصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي. كنشكركم بزاف دائما على لي كومونتير تاعكم، كيشجعوني كيحفزوني اكثر. ودابا ندوزو نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو كاس ديال اللوز وايضا كاس ديال الكركاع اللي قليناهم من قبل وهرمشناهم. بالنسبه للمكسرات يمكن لكم تضيفوا اي حاجه بغيتو وموجوده عندكم. ونحتاجو ايضا علبه ديال الماسكربون 250 و150 اي في المجموع 400 غرام، وممكن لكم ايضا تستعملوا اي جبن كتفضلوا. غنحتاجو ايضا نص كاس ديال السكر ثقيل، كاس ديال الكريمه السائله، استعملت هنا هيولالا. ونحتاجو ايضا 3 ديال البيضات في حراره المطبخ، 2 معالق ديال الدقيق ومعلقه ديال النشا، الزبده اللي ذوبناها من قبل. ونحتاجو ايضا الورقه ديال الفيلو. مباشره غادي ناخذ الاطار ولا المول، اي شكل واي حجم بغيتو كيبقى لكم الاختيار. انا خديت هنا الاطار هو اللي موجود عندي. فرشت لي ورق الزبده. ونحتاجو ايضا الزبده اللي ذوبنا من قبل. وهنا مباشره كناخذوا 2 اوراق ديال الفيلو صافي. ومباشره غادي نبداو ندهنوها على هذا الشكل هذا. ضروري ندهنوها مزيان. مباشرة غادي ناخدو صفيحة الفرن اللي واضعين فيها الإطار، وكنوضعو ورقة الفيلو بهذا الشكل هذا صافي. وكنحاولو أننا ندخلوها مزيان هكا للقاع، كنقادو هكا مزيان صافي. ومباشرة غادي ناخدو مرة أخرى 2 أوراق ديال عجينة الفيلو صافي. وكندهنوها تاني بنفس الطريقة بنفس الكيفية حتى غادي ندهنوها كاملة صافي. من بعد ما دهنا ورقة الفيلو مباشرة غادي نوضعوها هكا فوق الإطار على هذا الشكل هذا صافي. وكندخلوها مزيان كيف ما كتلاحظوا معايا، كنلبسوها مزيان للإطار صافي. ومباشرة غادي ناخدو هكا المقص وغادي نحيدو جميع الزوائد على هذا الشكل صافي حتى كنقطعوهم كاملين. ومباشرة غادي نوضعوهم هكا في الوسط، غنبداو نقطعوهم هكا عشوائي ونوضعوهم في الوسط ما كنضيعوهمش صافي. وكندهنوهم بشويه ديال الزبده ومباشره كندخلهم للفرن حتى كيتحمروا لينا. في هذه الاثناء هذه كناخذوا اناء كنوضعوا اللوز الكركاع، وغادي نضيفوا ايضا السكر الثقيل. انا ضفت هنا 5 ديال المعالق. بالنسبه للحلاوه كتبقى اختياريه، يمكنكم تضيفوا اللي بغيتوا. وايضا غادي نضيفوا 5 المعالق تاع الزبده اللي ذوبنا من قبل. بطبيعة الحال كنعبرو بالمعلقة الكبيرة صافي. كنخلطوا جميع العناصر على هذا الشكل هذا حتى كيتجانسوا لينا وكنحصلوا على القوام اللي بغينا بهذا الشكل صافي. دابا غادي نكتفيو بهذا القدر هذا وغادي نوضعوا الخليط ديالنا على جنب. كناخذوا اناء كنضيفوا فيه الكميه كامله اللي عندنا ديال جبنه المسكربون اي 400 غرام. بالنسبه هنايا يمكن لكم تضيفوا اي جبن بغيتو، كيبقى لكم اختيار. مباشره غادي نضيفوا البيض 3 حبات صافي. وكناخذوا الطراب الكهربائي كنطربوه مزيان حتى كيتجانسوا لينا جميع العناصر كيف ما كتلاحظوا معايا. ومباشره غادي نضيفوا السكر الثقيل وايضا الكريمه السائله، الدقيق، ايضا النشا. ومباشره كناخذوا مره اخرى الطراب الكهربائي وكنطربوا جميع العناصر حتى كيتجانسوا لنا وكنحصلوا على القوام اللي بغينا صافي. من بعد ما تجانسونا جميع العناصر وحصلنا على القوام اللي بغينا نكتفيو بهذا القدر هذا ونوضعوا الخليط ديالنا على جنب. ها هي من بعد ما خرجناها من الفرن مباشره غادي نضيفوا كطبقه اولى الخليط ديال اللوز والكركاع. كنضغطوا عليه بشويه ونحاولوا ان باش ما تهرشنا ورقه الفيلو كيف ما كنعرفوا كتجي مقرمشه. غير كنقادوه مزيان وكنبسطوه على هذا الشكل هذا. بالنسبه للخليط ديال اللوز والكركاع خديت واحد الكميه منه ووضعتها على جنب صافي. من بعد ما قاديناه وبسطناه
مباشرة غادي ناخدو الخليط ديال الكريمة وكنوضعوه هكا في الوسط. ما تخافوش راه ما كيخرجش لينا نهائيا من الجوانب. صافي، وكناخدو ورقة الفيلو وكنقطعوها على شكل دائري، وكنضيفوا ليها الكمية المتبقية تاع اللوز والكركاع اللي كنت وضعتها على جنب. كنعتذر هاد اللقطة هادي ما تفيلماتش ليا. صافي كنقادو هكا مزيان، ومباشرة كناخدو الورق الفيلو كنقسموه على جوج كيف ما كتلاحظوا معايا، وكندهنوه بالخليط. كنعتذر كندهنوه بالزبدة. صافي، وكنبداو نلويو على هاد الشكل، وكنبداو نزينو به هكا الجوانب كيف ما كتلاحظوا معايا. صافي، وكناخدو النصف الثاني بنفس الطريقه كندهنوه بالزبده مزيان على هذا الشكل، وكنبداو نلويو وكنوضعوه على هذا الشكل هذا باش كنزينو التشيز ديالنا. صافي، كنستمر بنفس الطريقه وكنضيف الكميه كامله المتبقيه تاع ورق الفيلو على هذا الشكل. على ما اظن بان راه طريقه سهله وعمليه وما كتاخذش نهائيا الوقت، وصدقوني بانها كتجي رائعه ولذيذه بزاف. صافي، من بعد ما وضعت الكميه المتبقيه كامله تاع ورق الفيلو كندهنوه بشويه ديال الزبده، ومباشره غادي ندخلوها الفرن اللي سخناه من قبل على درجه حراره تكون متوسطه. صافي حتى كطيب لنا وتحمر لنا مزيان. بالنسبه للقطر او السيرو اللي غادي نضيفوه من بعد، غادي نحتاجو جوج شرائح تاع الحامض، كاس ديال سنيده، كاس ديال الماء. في كاسرونه كنضيفو الماء سنيده وايضا الشرائح تاع الحامض، كنخلطو كلشي على البارد، ومباشره كنوضعو على نار اللي هي متوسطه حتى كنحصلوا على القوام اللي بغينا. هو التشيز ديالنا من بعد ما خرجناه من الفرن كيف ما كتلاحظوا معايا كيجي وطايب مزيان. غادي نوضعو على جنب حتى كيبرد لينا تماما. عاد غادي نسقيوه. هو من بعد ما برد لينا تشيز كيك وحيدنا ليه الاطار ووضعناه في صحن التقديم، مباشره غادي نسقيوه هكا بالقطر من الفوق. كنسقيوه مزيان كيف ما كتلاحظوا معايا. صافي، ومن بعد غادي نزينو بطبيعه الحال. الزين كيبقى اختياري، يمكن لكم تضيفوا اللي بغيتو. ها هو الشكل النهائي تاع تشيز كيك بطعم البقلاوه. من بعد ما زيناه بطبيعه الحال الزين كيبقى اختياري، يمكن لكم تضيفوا اي حاجه بغيتو. انا ضفت هنا القليل من الفستق. كيف ما كتلاحظوا معايا من بعد ما قطعناها القوام ديالها من الداخل كيجي رائع، كيجي لذيذ بزاف. روعه روعه جدا في المذاق. كنتمنى انكم تجربوا، اكيد غادي ينال الاعجاب تاعكم. كيف ما لاحظتوا معايا بان سهله جدا في التحضير، ما كتاخذش نهائيا الوقت، كتوجد في وقت اللي هو وجيز جدا. الوصفه تاع اليوم كنتمنى انكم تنال الاعجاب تاعكم. الا كنتوا اول مره تشوفوني ما تنساوش تشتركوا في القناه، تضغطوا على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. كنضرب لكم موعد جديد ووصفه جديده مع ديليس إدري، وكنقول لكم الى اللقاء.